فيلم جانجيرل. شباب، قبل ما نبدأ عاوز أطلب منكم طلب سريع. صديقي صاحب قناة ملخصات موفيز تايم عاوز مساعدتكم. الزلمة غانم وهو أحد أجدع المهندسين بقناة مهندس الملخصات. يا ريت يا شباب تروحوا تشتركوا بقناته من التعليق المثبت واكتبوا له بالتعليقات من طرف مهندس الملخصات. ما حدا يكتب له من طرف التشكشك لا تفضحوني. وما تنسوش ترجعوا لهون تحضروا الملخص، بزعل منكم ها. وطبعا ما تنسوش اللايك والمتابعة للقناة والصفحة ليوصلكوا كل جديد يا ملوك الهندسة. واسف على المقدمة الطويلة، وبدون ما اطول عليكم يلا بينا. بيبدأ فيلمنا برجل اسمه نيك دان اللي بيكون عنده بار بالشراكة مع اخته الصغيرة اللي اسمها مارجو، وبيحكي لاخته مارجو انه اليوم عيد زواجه الخامس. بس نيك بيبان انه مكتئب شوية ومش حابب يقضي الوقت بالبيت مع مراته. وبنعرف انه نيك ومراته ايمي التقوا بالاصل بحفلة بنيويورك، وبينهم وقعوا بحب بعض من النظرة الأولى. وركزوا لي على من النظرة الأولى، وقضوها يتمزمزوا ويتغزلوا ببعض. وببوس نيك إيمي وبيعمل معاها تشك بارد ساخن للكبار فقط. وبيتلقى نيك اتصال من جاره بيحكي له إنه قطته هربت من البيت، فبيرجع نيك القطة للبيت وبيدخل البيت وبينادي على مراته إيمي بس ما بتردش عليه. وبيشوف طاولة زجاجية مكسورة ومقلوبة على ظهرها، والبيت فوضى. فبيتصل نيك على الشرطة فورا، وبيحضر الضابط جيم والضابطة روندا لبيته، وبيتفقدوا البيت وبيشوفوا بقعة دم على باب المطبخ. وبعد شوية تحقيق بتكتشف روندا انه زوجة نيك ايمي هي اشهر كاتبة قصص اطفال بنيويورك، يعني مش قليلة الاخت. وبيجي مشهد لايمي وهي بتكتب مذكراتها، وبتكون كاتبة كيف انه نيك عرض عليها الزواج وتزوجوا بالاخر بالحفلة اللي عملها اهل ايمي، وبانه علاقتهم تطورت وصاروا يعملوا تشك اكثر. وبنرجع للحاضر وبيتم اخذ نيك لمخفر الشرطة للتحقيق بعد اكتشاف بقعة الدم. وبيسأل جيم روندا نيك اذا مراته ايمي عندها اصحاب او لا، فبقول لهم نيك اسمعوا انا عندي مشكلة ظن اقول نيك يعني فضيحة الشغلة، يعني انتوا عارفين، خلينا نسميه ابو حماد. استغفر الله. وببان على ابو حماد انه مش مهتم اطلاقا بالموضوع، لانه واثق فيها جدا انها ما بتخونوش. لا سلامتك والنعنع يا اخوي ابو حماد. وبضل ابو حماد ببيت اخته مارجو حسب اوامر الشرطه، لان الشرطه حتحول بيته لمسرح جريمه للتحقيق. واثناء التحقيق بتقرب جاره ابو حماد الحامل نويل من الضابطه روندا، وبتحكي لها بانها اقرب صديقه لايمي المختفيه. فبتستغرب روندا لانه هذا الكلام هو عكس كلام زوجها ابو حماد انه ما عندهاش اصحاب. وبتلاقي روندا بدرج ايمي ظرف مكتوب عليه الدليل الاول. وباليوم الثاني بيروح ابو حماد ليزور اهل ايمي اللي توهم اجوا من نيويورك، وبيتم عمل مؤتمر صحفي للبحث باختفاء ايمي اشهر كاتبة قصص للاطفال. وابو حماد كمان مرة ببان عليه انه مش متاثر باختفاء ايمي نهائيا، حتى انه بيبتسم بجانب صورة مراته ايمي المختفية لما تطلب الصحافة منه يتصور جنبها. ولاحقا بيحكي اهل ايمي لروندا عن حبيب ايمي السابق اللي اسمه ديز كولينج، وبينها بعد ما انفصلت عنه حاول ديز الانتحار، وبانه في عندها حبيب سابق كمان اسمه توم اوهارا، وبينها انفصلت عنه لانه اغتصبها بدون ارادتها. وبنشوف روندا وهي تحقق مع ابو حماد بخصوص الدليل الاول اللي لقيته بدرج ايمي. وبيحكي ابو حماد انه هذا الدليل كان جزء من لعبه لعبها مع ايمي بليله راس السنه وما لهش علاقه باي شيء مهم. بس روندا ما بتصدقوش، وبروح ابو حماد وروندا ليتبعوا الدليل الاول واللي بيكون بمكتب ابو حماد. وهناك بيكتشفوا ملابس داخليه لبنت مع ظرف فيه الدليل الثاني، وبيكون مكتوب فيه البيت البني. وبيكذب ابو حماد وبقول بانه ما بيعرفش ايش هو البيت البني، وبيطلع من مركز الشرطه وفورا بيروح لبيت ابوه واللي بيكون البيت البني اللي ايمي بتقصده. وبيكتشف الدليل الثالث هناك، بس الشرطه بتكون اذكى منه وصلت للبيت قبله. بس ابو حماد بيكون ماخذ الظرف اللي فيه الدليل الثالث ومخفيه عن الشرطه، وبيكون بهذا الظرف تكمله لمذكرات ايمي اللي بتقول فيها انها بحلول سنه زواجها الثالثه من ابو حميد الاثنين خسروا عملهم بسبب موجه الكساد الاقتصادي، وبانه ابو حماد بدا يفقد الشغف والاهتمام بزواجه مع مرور الوقت، وبانه صار يقضي وقت اكبر على الالعاب اللي بيشتريها من فلوس مراته ايمي اللي تضايقت جدا من الموضوع. ولاحقا بيتطوع ابو حماد بتجهيز المؤتمر الصحفي اللي هدفه العثور على ايمي. وبيلاحظ ابو حماد وجود دايزي كولينج حبيب ايمي السابق بالمكان، فبيلحقوا ابو حماد ولكنه بيفقد اثره. وبعدها بتيجي امراه معجبه بايمي وبتاخذ سيلفي مع ابو حماد زوجها، وبيطلب منها ابو حماد انها تحذفها بس بتقول له نجوم الظهر اقرب لك يا اخويا. وعلى التلفزيون بتظهر صوره ابو حماد لما كان مبتسم مع صوره مراته ايمي المختفيه، وبتحكي له اخته مارجو انه وسائل الاعلام بتصوره على انه غير مهتم ومش فارق
مشاركة مع مراته. ولاحقا بنعرف بانه ايمي كتبت بمذكراتها انها هي وزوجها ابو حماد انجبروا ليرجعوا لبلدة ابو حماد الاصلية بميزوري، لانه ام ابو حماد اللي اسمها مورين مصابة بالسرطان، وبانه ايمي بلشت تفكر انه ابو حماد صار مستقلع منها ومش عاوزها. وبنشوف صديقة ابو حماد اللي اسمها اندي دخلت لبيت مارجو عند صديقها ابو حماد وبلشت تعمل معاه تشوك، وبانه هذا الشيء حصل اثناء نوم مارجو. وبنعرف برضه من مذكرات ايمي انها تحولت لدمية جنسية فقط بالنسبة لابو حماد مع مرور الوقت. وبيوم من الايام ايمي قالت لابو حماد بانها عاوزة يكون عندها اطفال، بس ابو حماد بيرفض وبيحكي لها حلي عني. فايمي بتحكي له انت جبان ومش قد المسؤولية. فابو حماد ما مسكش حاله ومسكها ورماها وضربها وافقدها وعيها. ولاحقا بيكمل جيم وروندا تحقيقهم، وبشوف تاجر قريب من المكان بوريه صورة لايمي. فبيحكي التاجر لروندا بانه اخر مرة شاف فيها ايمي كان بعيد الحب، وبانها طلبت منه سلاح لانها خايفة من زوجها وعاوزة تدافع عن حالها منه لو هجم عليها مرة ثانية. وبنشوف ابو حماد وهو يطلع صديقته اندي من البيت، وبيكون فاكر انه اخته مارجو لساتها نايمة، بس على مين؟ مارجو كانت شايفة تشوك اللي صار بين ابو حماد واندي وبتوبخه على هذا التصرف الوقح. وبروح ابو حماد على حفلة لإلقاء كلمات لايمي المختفية، وبعبر ابو حماد عن اشتياقه لمراته ايمي وحبه ليها. بس جارته نويل بتصرخ بوشه وبتحكي له هل كان معك خبر انه مراتك ايمي كانت حاملة لمدة 7 أسابيع؟ بتعرف؟ لا والله يا صديقي شكلك ما بتعرف. فبعصب الجمهور على ابو حماد وبيبداوا يهاجموه، وبتم انقاذه من الشرطة. وبالبيت بيحكي ابو حماد للشرطة انه نويل ما كانتش تعرف ايمي اطلاقا وانها بتتبلى فيه. بس روندا بتوريه صور لايمي مع جارتها نويل بتثبت انهم كانوا صديقات مقربات جدا، وبتوريه برضه عمليات السحب البنكي اللي عملها ابو حماد ليسحب فلوس ويشتري العاب وشغلات ما فيش منها فايدة على حساب مراته ايمي غصب عنها. وبحاول ابو حماد يكذب ويحكي انه ما اشتراش اي شيء من هذه المنتجات، والاسوأ من هيك انه كان مأمن على حياة مراته ايمي من فترة قريبة. وبتتلقى روندا اتصال بتعرف فيه انه ايمي فعلا حامل. فبعصب ابو حماد اكثر وبيرفض يتكلم مع الشرطة، وبيطلب محامي ليتكلم بالنيابة عنه معاهم. ولحقا بتروح مارجو لبيت اخوها ابو حماد وبتسأله اذا كان بيعرف بحمل مراته. فبيحكي ابو حماد بانه ما كانش يعرف بهذا الموضوع، وبيحكي لها انه كان دايما عاوز يخلف اطفال، بس مراته ايمي هي اللي كانت تأجل كل مرة. وبحاول ابو حماد انه يحلل الدليل الثالث اللي تركته ايمي، وبيرجع جيم وروندا ليحققوا ببيت والد ابو حماد، وبينزلوا للقبو بحثا عن الادله، وبيعثروا على فرن هناك. وبالفرن بيلقوا مذكرات ايمي اللي بتكون محروقه بشكل بسيط من الخارج. وبيقدر ابو حماد يحل دليل ايمي الثالث، وبيقودوا الدليل لمنجره اخته مارجو. وبيلقى عدد هائل من الاجهزه هناك، وهذه الاجهزه هي نفس الاجهزه اللي بتدعي ايمي انه زوجها ابو حماد اشتراها على حسابها وهي متضايقه. وبوسط كل هذه الاجهزه بيكون في صندوق، وفجاه بيظهر مشهد لايمي وهي على قيد الحياه، وبتكون بتسوق سيارتها خروجا من مدينه ميسوري. وبنعرف بانها خططت لكل شيء من الاول، وبانها صاحبت جارتها نويل واقنعتها انه زوجها ابو حماد بعنفها جدا وبيكرهها، وبانه مش عاوز اطفال، وبانها عملت عينه من بولها وتركتها للشرطه كدليل. وبانه بعيد زواجها الخامس اقنعت زوجها ابو حماد يروح يزور اخته مارجو بالبار، بينما هي بالبيت عملت مسرح جريمه لتبين انه زوجها ابو حماد مجرم، حتى انها جرحت نفسها وطلعت بقع دم على الارض ليتم الاشتباه بزوجها ابو حماد انه قتلها. وبتفبرك مذكراتها علشان تظهر ابو حماد على انه شخص مجرم وتخلي الشرطه تشتبه فيه. وبعد ما طلعت ايمي من ميزوري بتستخبى بمنتجع صغير، وبنشوف ابو حماد وهو يدخل الصندوق اللي شافه بمنجره اخته مارجو، ولما يفتحه بشوف بداخله كرتون مشهور بيحكي هذا الكرتون عن رجل قتل مراته وابنه. وبهيك بيكتشف ابو حماد ومارجو انه ايمي فبركت كل شيء علشان تدخل ابو حماد السجن. وبيحكي ابو حماد بانه كان عاوز يطلق ايمي من وقت طويل، لهيك ايمي كتبت بمذكراتها برضه انه ابو حماد كان عاوز يدمر حياتها بالكامل، ولانه مدينه ميزوري بتطبق حكم الاعدام فحيتم اعدام ابو حماد لو ثبتت التهمه عليه فعلا. وبيدرك ابو حماد انه تزوج وحده ساديه، فبيروح ابو حماد لنيويورك ليوكل محامي شاطر اسمه تانر بولك، وبيوعده تانر انه حيثبت براءته. وبيشجع ابو حماد انه يدور على ادله تثبت لجمهور ايمي انه ايمي مش ملاك مثل ما بتفكروا. طبعا ابو حماد اخذ وضعيه طب انا شو بسوي يعني؟ بكشر تفاح مع عمي ابو عبسي مثلا؟ لا مستحيل. وبيروح ابو حماد بعدها ليشوف تومي اوهارا واللي قلنا انه كان حبيب ايمي بالسابق، وبيحكي تومي كيف التقى بايمي لاول مره بحفله، وبانه بعد الحفله الاثنين عملوا تشوك. مش عارف كيف ابو حماد متحمل يتكلم مع واحد جرد مراته. ايمي مش مخليه قطار بكل امريكا الا فات فيها. وبيحكي كيف انه ايمي فبركت هذه العلاقه وخلت تومي يظهر بشكل مجرم وعلى انه اغتصبها وهو ما اغتصبهاش اصلا، وانه كل شيء كان برضاها، وبانه ايمي دمرت حياته تماما لانه ما حدش قابل يشغله عنده بسبب سمعته السيئه.
وبعدها بيروح ابو حماد لبيت دايزي كولينج اللي برضه بيكون حبيب ايمي السابق، بس دايزي بيرفض يساعده وبيسكر الباب بوشه. وبعد عدة ايام بروح المحامي تانر بولك لبيت ابو حماد ليساعده يلقى ادلة تثبت براءته، وبيحكي له نيك عن التشوك اح اللي عمله مع اندي. فبيطلب تانر من ابو حماد انه يروح ليبلغ الشرطة عن موضوع اندي وانه كان عامل معاها علاقة التشوك اح، علشان اندي ممكن تروح تحكي للشرطة انها نامت مع ابو حماد، وبانه بهالطريقة حتعرف الشرطة انه ابو حماد كان كرفان من مراته ايمي فقتلها. فتفاديا للشر الافضل انه يخبرهم بنفسه علشان يبعد الشكوك عنه. وبيطلب تانر من ابو حماد انه يطلع على برنامج تلفزيوني مشهور ويحكي انه خان مراته وعاوزها ترجع له، وبانه غيابها مسبب له الم كبير جدا، وبانه بهالطريقة بيضمن له انه حيكسب تعاطف الناس وتسامحهم، وبانه حيدربه بشكل جيد على الكلام اللي حيقوله بالبرنامج. وبيوم المقابلة بدرب تانر ومارجو نيك على الكلام اللي حيقوله بشكل محزن جدا بالبرنامج التلفزيوني. وبنفس الوقت بنشوف ايمي راحت لكازينو لتشوف حبيبها السابق دايزي، وبتكمل بمسلسل الكذب تبعها انها الضحية وزوجها ابو حماد هو البعبع. وقفوا، مش دي هي نفسها امبر هيرد؟ اوه شيت، نسيت انها عملت نفس الاحداث بالضبط مع جوني ديب. ما علينا. وبيعرض دايزي عليها انها تستخبى بالبيت تبعه، وبالمقابلة بصير شيء سيء جدا. اندي بتعترف انه ابو حماد عمل معاها علاقة قبل ما ابو حماد بنفسه يقول هالكلام للاعلام، بس على الرغم من هيك ابو حماد بيروح للمقابلة وبيعترف بكل شيء. ولاحقا بنشوف ايمي رايحة لبيت ديز، والاثنين بيشوفوا مقابلة ابو حماد على التلفزيون، وبيكون ابو حماد ومارجو يشوفوا المقابلة بنفس الوقت. وبيكون ابو حماد بالمقابلة يحاول يقنع الكل انه بريء وبانه ما قتلش مراته، وبانه صحيح انه عمل علاقة التشوك اح مع اندي بس بيعترف باغلاطه. وبينظر ابو حماد للكاميرا بشكل مباشر وبيحكي انه بحب ايمي وبيعرف انها بتشوفه حاليا. وبتقول مارجو لابو حماد انه الناس بدأوا يتعاطفوا مع ابو حماد على وسائل التواصل الاجتماعي. وبتيجي روندا وجيم لبيت مارجو ومعاها طلب لتفتيش البيت، وبفتشوا مخزن مارجو وبيلقوا كمية كبيرة من الأجهزة المرتبطة ببطاقة البنك الخاصة بإيمي، واللي يشتبه إنه زوجها أبو حماد اشتراهم على حسابها بدون رضاها. وكنتيجة لهالشيء بيتم اعتقال أبو حماد ومارجو. وبتقرأ روندا لأبو حماد من مذكرات إيمي إنه أبو حماد كان حيقتلها. طبعا المحامي تانر بيبدأ يتوتر ويعرق لأنه أبو حماد ثمه مثل الراديو بالضبط، ويمكن يحكي أي شيء يوقعهم بورطة أكبر من اللي هم فيه. وهذا اللي صار. أبو حماد حكى إنه جزء من هذه المذكرات صح وجزء منها غلط، وبهيك بيعطي سبب كافي لروندا إنها تعتقله رسميا. وباليوم الثاني لما يطلع ديز على شغله بتبلل المريضة إيمي ملابسها بالخمر، وبتزحف لوحدة من كاميرات بيت ديز علشان تبين إنه هو كمان مجرم وحاول يغتصبها. ولاحقا بيتم إخراج مارجو وأبو حماد من السجن بكفالة. ولما يرجع ديز من شغله بتغريه إيمي وبتقول له إنها عاوزة تعمل معاه تشوك اح. الاثنين بيعملوا تشوك اح، واثناء هالشيء بتشك إيمي حلق ديز وبتقتله. وباليوم الثاني بترجع إيمي لأبو حماد فجأة، وبيكون جسمها مغطى بدماء ديز، وبيتم أخذها للمستشفى فورا. وبعد ما يتم علاجها بتحكي للشرطة عن إنه ديز خطفها، وبإنه كل يوم كان يجبرها تعمل معاه تشوك اح، وبإنه قتلته دفاعا عن النفس، وبإنها أخيرا قدرت تهرب منه. وبتتفاجأ روندا بقصة إيمي وبتسألها أسئلة تانية، بس إيمي بتتجاهلها. وبسبب الضغط الإعلامي ومطلب الجماهير بيتم إغلاق القضية والسماح لإيمي وأبو حماد إنهم يرجعوا للبيت. وبالبيت بيطلب أبو حماد من إيمي إنها تحكي له الحقيقة وليش عملت هيك، وبتطلب منه إنه يجي معاها للحمام علشان تتأكد إنه معهوش جهاز تنصت يا بنت المفترية. وبينما بتستحم بتحكي له إنها بالفعل قتلت ديز وفبركت موته علشان تبين إنها بريئة. ولاحقا بيحكي أبو حماد لتنر ومارجو وروندا كل شيء حكت له إياه مراته إيمي، بس المشكلة إنهم ما بيقدروش يعتقلوها لأنه ما فيش أي دليل واضح ضدها. وبعد عدة أيام أبو حماد وإيمي بيعملوا أول ظهور إلهم مع بعض بوسائل الإعلام لأول مرة من وقت طويل جدا، وبينهم بيحتفلوا بإعادة لم الشمل. وبيدعوا أحد البرامج التلفزيونية الاثنين ليطلعوا مع بعض ويحكوا عن المشكلة اللي صارت. وقبل المقابلة بتحكي إيمي لأبو حماد إنها حامل، وبيكون أبو حماد متوتر جدا لأنه عارف إنه هذا الابن مش ابنه، وبيضطر يروح على المقابلة مع إيمي بس لأنه خايف منها. وبيتظاهر إنه بحبها، ولما تعرف مارجو إنه إيمي حامل بتبكي، وبتحكي بإنها مش عارفة كيف حتتحمل تشوف أخوها بعيش مع مراته السادية مرة تانية لمدة 18 سنة كاملة علشان حضانة ابنه. فبيحكي لها أبو حماد بإنه مش عاوز ابنه تربيه أم مريضة مثل إيمي، وبإنه هذا هو ابنه ولازم يضل معاه ويربيه بنفسه ويمنع التفكير الإجرامي لأمه يدخل بدماغه. إن كيدهن عظيم. سامحني.
وكان هذا ملخص فيلم جان جيرل. لو عجبك الملخص يا صديقي وحابب انشر ملخصات مشابهة، يا ريت يا مهندس تشترك بالقناة، تفعل زر الجرس، وتترك لايك للفيديو لتشجعنا معنويا ولتشجع نمو القناة واستمرارها. وما تنسوش تعملوا فولو لصفحة مهندس الملخصات على الفيسبوك واللي حيكون رابطها بالوصف. واشوفكم على خير بالملخصات القادمة ان شاء الله. كان معكم اخوكم عرسان من قناة مهندس الملخصات.